بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل على حضرتكم. النهارده كان في جلسة مهمة جدا بين المدير الفني يانيك فيريرا ولاعبي الزمالك. هو الراجل اتكلم بكل وضوح وصريح. الأداء اللي حصل في الماتش المقاولين غير مقبول جدا، ومفيش أي نتيجة مقبولة غير الفوز من هنا ورايح. الزمالك دلوقتي عنده 4 نقط من جولتين زي فريق مودرن سبورت اللي هيلعبنا يوم الخميس ان شاء الله. والماتش ده مهم جدا لانه يعتبر قمة صغيرة في ترتيب الدوري، ولكن الجديد في التشكيل عودة احمد فتوح للتدريب لاول مرة مع المدير الفني، ودي خطوة مهمة جدا لأن فتوح لاعب أساسي وقائد داخل الفريق. عودة شيكو بنزا بعد غياب ماتش المقاولين، مشاركة إخواننا الفينا جناح يمين لأول مرة، غياب محتمل لدونجا بسبب الإصابة، والبديل الأقرب هيكون محمد شحاتة. يعني ببساطة يا جماعة خطة الزمالك هتختلف بشكل كبير جدا في الماتش الجاي. ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.